السلام عليكم، فيديو جديد وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم او الكيكة ديال اليوم اللي نحضر معاكم انا سميتها الكيكة الشتوية، لانها فعلا تستحق هذا الاسم. كتدفي الجسم وكتفرح الكريشة، غنية بزاف ولذيذة وفيها نكهات او منكهات اللي زوينه وكتدفي الجسم وتصلح في هذا الفصل هذا. يعني باش نعرفوا بان الكيكات راه ماشي اي كيكة كنحضروها في اي فصل، كل فصل عنده الكيكة ديالو، وهاد الكيكة هذه هي ديال فصل الشتاء. على بركة الله. أول مكون عندي هنايا هو التمر. ناخد عفوا 10 الحبات ديال التمر. المهم التمر غيبقى على حسب الاختيار، ولكن 10 تمرات راه كافيين. بحال هكا انا عندي هاد التمر اللي رطب 10 تمرات، كندير عليهم الماء اللي يكون غليان، كنغطي داك التمر غير يتغطى وصافي، وكنخليه يرطب حتى كيدفى داك الماء او لا يبرد. المهم نخليوه كيرطب شي شويه باش من بعد فاش نجيو نطحنوه ما نلقاوش معاه مشكل. كندوزو باش نحضروا الكيك. عندي زوج ديال البيضات كنديرهم في بول اللي غادي نخدم فيه، بول يكون ناشف ما يكونش فيه الماء من قبل ولا شي حاجه بحال هكا سائله. كندير زوج ديال البيضات، نصف كاس ديال السكر. غنقصوا الكميه ديال السكر لاننا دايرين التمر، والحلاوه راه غادي تجي معتدله ديال هاد الكيك، كتجي زوينه بزاف. الحلاوه ديالها زوينه، يعني قياس اللي محبب، يعني ما زايداش الحلاوه وما ناقصاش. كنخلط البيض مع السكر، غير كيذوب السكر وصافي، يعني ماشي ضروري بيض الخليط ولا يطلع. وكنضيف عليه نصف كاس ديال الزبده اللي مذوبه من قبل. الزبده من الاحسن تكون حيويه، يعني حيوانيه بطبيعه الحال. هاد الكيك هذه كتجيب الزبده احسن. المهم بغيتي ديروا الزيت لكم الاختيار، ولكن من الاحسن ديروا الزبده. اصلا ما غاديش نحتاجوا بزاف ديال الزبده، تقريبا شي 80 غرام ولا 85 غرام ديال الزبده. ذوبتها كتعطينا نص كاس ديال الزبده دايبه. والزبده كما قلت لكم زبده نوعيه جيده تكون حيوانيه. من بعد ما كنخلط الزبده مع باقي المكونات كنضيف اليوغورت، اما يوغورت مسوس يعني دار مسوس، اولا يوغورت بنكهه الفاني. الا بغيتو تنقصوا الحلاوه تقدروا تضيفوا يوغورت مسوس اولا كاس ديال الرايب. وحتى اللبن يجي فيها زوين، يعني اما كاس ديال اللبن كاس ديال الرايب اولا دار مسوس اولا يوغورت بنكهه الفاني. الا بغيتو الا بغيتو عندكم الحلاوه ماشي مشكل زعما، حيت الدارون ديال الفاني غادي يكون فيه شويه الحلاوه زايده، ولكن واخا مع دارون الفاني راه كتجي الحلاوه زوينه. من بعد كنضيف داك التمر كما لاحظتوا معايا، من بعد ما طحنته يعني خليته حتى رطاب تقريبا ربع ساعه نص ساعه حتى رطاب وبرد داك الماء، وعاد كنطحنو. كنضيفوا الباقي المكونات وكنخلطوه مزيان. من بعد كنضيف النواشف. عندي جوج الكيسان ديال الدقيق اللي يكونوا عامرين مزيان. الكاس اللي عبرنا به المكونات في الاول هو نفس اللي نعبروا به الدقيق، زوج كيسان ديال الدقيق كافيه. من بعد كنضيفوا زوج الاكياس ديال الخميره الكيماويه، ما يعني في الغراماج 16 غرام ديال الخميره الكيماويه، ما بين 15 غرام 16 غرام على حسب 16 عندكم شحال فيها، 15 غرام حتى 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. من بعد كما لاحظتوا معايا في المعلقه صغيره عندي نصف معلقه ديال السكنجبير اولا الزنجبيل، رشيشه ديال الملح ونصف ملعقه ديال القرفه. بالنسبه لهاد المنكهات اللي ضفت انا تقدروا تزيدوا الكميه، يعني مثلا ديروا معلقه عامره اولا نصف معلقه على حسب. ما كانش عندكم مشكل، مثلا كاين اللي كيكونوا وليدات ما يبغوش النكهه اللي تكون بارزه بزاف، ولكن فاش كتكون هكا خفيفه كتعطي واحد النكهه اللي خفيفه، واحد الريحه زوينه، وفي نفس الوقت ما يحسوش بها بزاف، ما تجيش معيقه. وتقدروا تزيدوا في هاد المنكهات هادو تزيدوا القرنفل حتى هو مطحون، تزيدوا الحبات ديال الهيل حتى هو كيجيو زوينين. المهم على حسب الاختيار. هادو الا كان عندكم مطحونين، انا صراحه عندي مطحونين، عندي حبوب يعني ما مطحونينش، ولكن ما طحنتهمش وصافي. كنت باغا نديرهم ولكن ما طحنتهمش حتى لاخر لحظه، ما لقيتهم ما مطحونينش. اما كنت غنديرهم، يعني الا كان عندكم شويه القرنفل حتى هو غديروا واحد راس ديال المعلقه، والهيل حتى هو يطحنوه وتزيدوا منه حتى هو نص معلقه. صافي كنخلط المكونات حتى كيتجانس نص الدقيق والنواشف مع السوائل. كما كتشوفوا هنا الخليط كيكون شويه ثقيل، ومن بعد كنضيفوا عصير ديال نصف حامضه اللي تكون كبيره. المهم هنا تقريبا ربع كاس ديال عصير الحامض. تقدروا تضيفوا حتى الخل، ولكن من الاحسن الحامض غيجي زوين مع التمر ومع هاد النكهات الاخرى، كيبرز ديك النكهات. هنا فاش كنضيفوا الحامض كتشوفوا بان راه كتفاعل وكتنفخ ديك العجينه وكتطلع يعني بحال الا كتخمر. صافي مباشره غنديرها في واحد المول اللي غندخلو الفران يكون سخون من قبل على 170 درجه. كنشعل عليها غير من الفوق من التحت، عفوا كنشعلها من التحت، يعني الطاوه كتكون الفوق والعافيه عليها من التحت حتى كطيب وكتحمر. كتمنى تحمرات من الجناب، عاد كنشعلها من الفوق باش تاخذ داك اللوين، ما نخليوهاش بيضه من الفوق، تاخذ واحد اللوين هكايا اللي يكون ذهبي ما بين حميمر وذهبي، يعني معتدل. هكا الكيكه ديالنا كتكون وجدات دغيا، كتوجد تقريبا 35 دقيقه اللي كتاخذ.
30 حتى ل 35 دقيقه. ومن بعد فاش كنخرجها مباشره هي باقا سخونه كنسقيها بالحليب المكثف المحلى. هذا الحليب هذا انا وجدته في الدار. ان شاء الله غادي نخلي لكم اللينك ديالو، انا نحط لكم فيديو بوحدو باش ما نطولش الفيديو. صافي انا غنديرو فيديو بوحدو وغنخلي لكم اللينك ديال الفيديو ديالو في صندوق الوصف، غتلقاوه في صندوق الوصف الا بغيتو تحضروه في البيت. انا هنايا حيدت هذاك الوسط ديال ديك الكيكه حيت جا شويه طالع ديك القبعه بحال هكاك، زولتها باش هكا نقدر نسقي حتى من الوسط ديال الكيكه، حيت فاش كنجي نخوي عليه هذاك الحليب كينزل غير في الجنب حيت عند هذيك القبعه اللي هكا طالعه من الوسط. المهم بغيتو تخليوها عادي الا كانت. انا حيدتها وعادي راه داكشي اللي حيد راه غادي يتكالف حتى شي حاجه ما تضيع. حيدتها من بعد راه باقيين غادي نغطيوها ونزينوها، ما غاديش يكون الديفو اصلا. حتى الا كان زعما هكا في الشكل راه من بعد كنقطعوها كتجي مزيانه، خصوصا الا كنا بغينا نحضروا لوليداتنا وللدار. الاهم هو المذاق، من بعد راه غادي نقطعوها ونقدموها كما بغينا عادي. الاهم هو المذاق. انا غير حيدت هذاك الشيء من الوسط باش هكا نقدر نسقيها حتى من الوسط وتشرب مزيان، ما يبقاش ديك السقوه تنزل غير في الجناب. من بعد هنا كنضيف شوكولا نواغ، من احسن يكون يعني مر ما بين 55 حتى 70% ديال الكاكاو المر. حكيته في الحكاكه رقيقه وكنضيفو هكا من الفوق. هكا داك الكاكاو المر كيعادل لينا توازن ديال الحلاوه ضروري في الوجه. هكا من فوق داك الحليب المكثف المحلى تضيفوا الكاكاو المر اولا شوكولا نواغ، يعني ما بين 55 حتى ل 70% ديال الكاكاو المر. المهم يكون مر باش هكا نعادلو الحلاوه مع الكيكه مع هذيك الطبقه ديال الكاكاو اولا الشوكولا. صافي من بعد فاش ضفت داك الشوكولا عاد دخلتها للثلاجه، خليتها كتبرد تقريبا اقل حاجه ساعه. بغيتو تخليوها اكثر تقدروا تخليوها. وعاد غادي نقطع معكم واحد الطريف كتجي من اروع ما يكون، واحد الكيكه اللي لذيذه بزاف. غير المكونات تهضر عليها، يعني المكونات كما شفتوا معايا تهضر عليها، اما الشكل هانتوما غادي تشوفوه معايا راه كتجي رائعه من احسن ما يكون. كتجي معلكه ومشربه وغنيه وبنينه، وحتى النكهات اللي فيها كيعطيو واحد الريحه زوينه بزاف كتشهي بزاف. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي، راه كتجي تبارك الله طالعه وكتجي منفوخه ومفشه من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله تجربوها، والا جربتوا هذه الوصفه وعجباتكم وحتى الا عجباتكم لا فيديو من دابا ما تنساوش واحد اللايك لا فيديو، هذا فضل منكم وليس امر. والا عجباتكم القناه وكنتوا اول مره كتزوروها ما تنساوش ديروا واحد الاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يبقى يوصلكم الجديد. صحه وراحه الى فيديو مقبل ان شاء الله.